خش عليا باهم دقيقه يعتبر في انا الفيديو محضر لك كله. مفاجأة. فاجئني. محضر لك مفاجأة والله. خش عليا. هتستحمل؟ هستحمل، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده يا شباب معانا فيديو جديد ومعانا فيديو ستور النهارده، واحد من اقوى الاماكن اللي صورنا فيها ان لم يكن الاقوى على الاطلاق. طيب هتقولي ليه انت بتقول على المكان هنا ان هو موثوق بالنسبه لك؟ اول مكان ليه انا رشحته لك في البدايه وبقول لك واحد من افضل الاماكن، اقول لك لان المكان اوريدي اصلا هو معروف وفي مشاهير كتير صورت فيه، وانا هعرض لكم دوت وهخليكم تشوفوه بنفسكم. ومش بس كده، واحد من افضل الاماكن اللي ممكن تلاقي فيها استقبال ليك بمجرد ما تيجي، احترام في المعامله، هتلاقي الاجهزه اللي انت واخدها مطمن من ناحيتها بنسبه كبيره جدا. وبرده خليني اقول لك في الاول وفي الاخر، انا ما بروحش اي ستور الا لو كنت واثق ان المكان ده فعلا موثوق فيه. والنهارده معانا استاذ محمد صلاح، هو الاونر بتاع المكان، واللي هيعرفنا الاسعار والعروض والخصومات اللي طبعا كلكم في كل فيديو بتستنوها. وطبعا بحب اشكركم كالعاده على الريتش العالي اللي موجود عندنا والتفاعل اللي موجود على القناه. والنهارده جايب لكم عروض قويه جدا جدا، ونبدا نرحب باستاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بيك. محمد صلاح، تمام، مع محل فيديو ستور في السراج مول 2 امامي. تمام، احنا بدانا في المجال ده من 8 سنين وعندنا 3 فروع الحمد لله بفضل الله، يعني في السراج مول. طبعا استاذ محمد بيقول لك هنا انت معاك 3 فروع في المكان، اذا الناس دي ما بتهزرش، والناس نازله السوق عارفه هي بتعمل ايه وبتبيع ايه. ومعنى ان في 3 فروع يعني اذا في نجاح بالنسبه لهم في السلاسل بتاعتهم كلها، وعارفين لما بيبيعوا هم ماشيين ازاي وبريتم معين. وعشان ما اطولش عليكم في المقدمه، هنبدا مع استاذ محمد اول حاجه باسعار الموبايلات وحالاتها اللي انا هوريها لكم دلوقتي وهعرضها لكم. وخليني اقول لكم العروض هتكون في اخر الفيديو، والنهارده معانا عروض قويه جدا، ما تنساش تفضل مكمل معايا الفيديو لحد الاخر. ونبدا مع استاذ محمد. يا ريت يا استاذ محمد، احنا عندنا اول حاجه انا شفتها وليكن، وخليني اقول لك على حاجه قبل ما نبدا، لو في اي موبايل من دول مش موجودين، يعني مثلا زي ال8 بلس، ال7 بلس، الحاجات دي، هسيب لكم ارقام الستور هنا في الديسكربشن موجوده، تقدر تنزل وتتواصل معاهم. ولو في اي حاجه الناس مش هتاثر معاك خالص، والتواصل هيكون سريع جدا معاك. هنبدا مع استاذ محمد هنا اول حاجه بالاكس ار. وخليني اقول لك على معلومه للناس اللي بتفضل موضوع الكرتونه او مع الموبايل، زي ما انت شايف كل الاجهزه هنا موجوده بكرتونه زي ما انت شايف بالمنظر قدامك. وخلي بالك ده طبعا بيفرق في السعر عن الموبايل الحديد زي الحاجات اللي بتيجي من بره سواء من الامارات او من اي دوله. هنا كل الموبايلات بكرتونه، فانت هتكون مطمن جدا. وهنبدا مع بعض بالاكس ار. استاذ محمد هيقول لنا الجهاز عنده حالاته سواء بطاريات بتبدا من كام، وسعره بيبتدي فين وبينتهي فين. اتفضل يا استاذ محمد. هو الاكس ار عامه من الفئات اللي هي من متوسط 7000 جنيه لحد 10000 جنيه، هو على حسب حالته والبطاريه بتاعته. يعني لو 64 جيجا مثلا البطاريه بتاعته كويسه فوق ال 85 هيعمل عندنا في رينج 8500، وال 128 لو برده حاله كويسه برده ما اتفتحش بالعلبه هيعمل في رينج مثلا من 9 لحد 10000 جنيه. كل حاجه كسر زيرو بفضل الله. لحظه، انت قلت الاكس ار ب 8500 جنيه المساحه 64 بالكرتونه. خلي بالكم السعر ده تقريبا افضل سعر للايفون اكس ار، لانها تقريبا في السلسله كلها اللي احنا ماشيين مع بعض فيها. يعني تقريبا ده اول موبايل اكس ار ب 8500 جنيه وبالكرتونه بتاعته. طيب عشان ما حدش يجي يقول لي انا اتواصلت مع الستور وقال لي سعر مختلف، خلي بالك ان حاله البطاريه هتفرق معاك في السعر. يعني ممكن يكون في بطاريه اعلى هتلاقي سعرها مثلا بيطلع 500 جنيه بينزل، فما تشترطش ان هو 8000 ثابت، حاله البطاريه بتفرق برده معاك. تعالوا بقى للموبايل اللي اتطلب مننا كتير وكالعاده دايما بنوه عليه وبقول لكم كل مره، وهو الايفون اكس. ما شاء الله انا شايف حاله الموبايل فعلا يعني تستاهل ان انت تيجي وتبص حتى عليه لو مش ناوي تشتري دلوقتي. حالات الموبايلات الله اكبر ممتازه جدا. فيا ريت يا استاذ محمد تقول لنا كده الموبايل ده حالته ايه، يعني بطاريه كام، المساحه بتاعته، سعره كام، عشان انا هوريه للمشاهدين. تمام، ده ايفون اكس تمام، ما اتفتحش، بطاريه 85، ده عامل 8000 جنيه. وده برضو من الفئه برضو بتاعت الاكس ار، بس هو بيبقى مطلوب اكتر جهاز في الفتره اللي احنا فيها، كمتوسط سعره 8000 جنيه. لحظه انا رجعت تاني لان انا مش هينفع اجي لكم كل شويه. انت قلت ده بكام؟ ده عامل 8000 جنيه. واخدين بالكم يا شباب الموبايل مساحه كام؟ موبايل مساحه 64 ب 8000 جنيه ايفون اكس. للناس اللي سالتني، انا واثق ان الموبايل ده هيكون اول موبايل هيطلع من الستور، فسارع بالاتصال بيهم جدا. طب قول لي يا استاذ محمد، الموبايل ده معاك الكرتونه بتاعته ولا فاضي؟ لا، هو الجهاز ده فاضي حاليا، بس يعني هو زي ما انت شايف الجهاز ما اتفتحش. وبعدين هنا في فاتوره، في ضمان 3 شهور على الجهاز المستعمل. يعني لو في اي حاجه تقدر تنورنا في الفرع يا فندم. يعني من الاخر حتى الموبايل لو مش معاه كرتونه، خليني اجي واقول لك انك هتاخد فاتوره موثقه وبتثبت ملكيتك للجهاز من داخل الستور، فانت هتكون مطمن بنسبه 100%.
وتعالوا بقى نروح للاكس اس ونشوف برضو مع بعض الموبايل اللي اتطلب مننا كتير ومعانا اللون الجولد هنا. الموبايل ده واحد من افضل واشيك الموبايلات اللي نزلت من شركه ابل. استاذ محمد اكيد هيفاجئنا برضو بسعره، فخلينا نشوف مواصفات الجهاز مع استاذ. ده فئه الاكس اس، ده من بعد فئه الاكس ار والفئه الاكس العادي. ده بيبدا من مساحه ال 64 جيجا عندنا هنا، بيبدا من اول 9000 جنيه تمام لحد مثلا 10500 على حسب البطاريه وعلى حسب الحاله بتاعته. الاسعار دي ايه؟ الاسعار دي الأسعار دي الاسعار دي عندنا والله حصري فعلا. والله العظيم بصدق، والله انا فعلا ما اعرفش الاسعار قبل ما ابدا تصوير الفيديو. انا يعني حرفيا الجهاز ده في بعض الاماكن شفته ب 12، يعني انتوا شفتوا الاماكن عندنا وشفتوا الفيديوهات، الجهاز ده ب 12000 جنيه وب 12500. النهارده استاذ محمد بيقول لك الجهاز ب 10500، يبدا من 9 لحد 10500. يعني سقفك في السعر 10500 جنيه. اكس اس انت متخيل بطاريه كام؟ ده بطاريه 86. انت عايز ايه تاني؟ 86 يعني لسه حرفيا الموبايل معاك سنه ونص عشان ينزل ال 80، ده بحد ادنى يعني. طب خلينا بقى نروح مع بعض، بصراحه الاسعار عندك فعلا هنا فاجئتني جدا جدا. تعالوا بقى نشوف مع بعض كده الاكس اس ماكس اللي اكيد استاذ محمد هيبهرنا بسعره برضه. وبالنسبه للحالات يا شباب فعلا انا اضمن لك انك لو جيت هتشوف حالات هترضيك جدا جدا جدا. فقول لنا كده يا استاذ محمد، انا شايف ده، انا شايف الله اكبر الجهاز حاله ممتازه جدا، فيا ريت برضه تعرفنا حالته وبطاريته وسعره. تمام، ده اكس ماكس عندي تمام، ده 256 مع العلبه بتاعته، بطاريته 85، ده عامل 15 تمام. هو فئه الاكس ماكس عامه ال 64 بطاريتها فوق ال 85 بتبدا عندي بالعلبه، بتبدا عندي من 12500، وفي اجهزه عندي متاحه من غير العلبه برضو 64 ب 11500 لحد ال 256 جيجا برضو متاح من غير العلبه عامه عامل 13500. انزل حط لايك، انزل حط لايك بسرعه على الفيديو، لان فعلا الاسعار دي لاول مره انا حرفيا يعني انا مبسوط بالاسعار. كون بقى ان انت هتيجي المكان هنا وبعدها لك للمره الالف، بقول لك انت فعلا مش هتمشي من هنا غير مبسوط، وثق فيا جدا، لان كل اللي متابعيني على القناه عارفين ان انا عمري ما باجي مكان واقول لهم المكان ده كويس الا اذا كنت واثق فيه. تعالى بقى نطلع للليفل اللي بعد كده ونروح للايفون 11، الموبايل اللي بقول لك كل مره اكتر موبايل من شركه ابل حقق نسبه مبيعات، حرفيا موبايل متكامل في كل حاجه، سواء في كاميرا في معالج في اداء، واكتر موبايل بيطلب مني على الانستجرام. فياريت يا استاذ محمد، انا شايف الوان كتير ابيض واحمر، يعني الوان كتير، وشايف هنا اللون الاخضر بتاعه، فالوانه كلها متاحه بالنسبه لك. فاستاذ محمد هيقول لنا حالات الموبايل وهيقول لنا بطارياته واسعاره، وبرضه واثق ان انتوا هتتفاجئوا من الاسعار. وخلي بالكم بالكرتونه بتاعته زي ما انت شايف، كله بالكرتونه. هو عامة هو الجهاز ده من أكتر الفئة التجارية اللي ناجحة من شركة أبل من حكم الألوان بتاعته، والجهاز البروسيسور المعالج بتاعه إن هو كويس ممتاز لحد النهاردة، والجهاز ده يعني على وضعه بصراحة. يعني يا جماعة أنا شايف تقريبا معظم الألوان موجودة، خلي بالكم ما شاء الله عندهم هنا كمية أجهزة كبيرة جدا، فأنا عشان المكان اللي قدامي أو الكادر بتاع الكاميرا ما كانش يقدر أعرض أكتر من كده في الأجهزة، ولكن أي موبايل بأي لون أنت عايزه هتلاقيه متاح. يعني عندك هنا اللون البربل بتاع الموبايل، عندك الأخضر، عندك الأحمر، بص كل الألوان متاحه، ولسه في الاسود، يعني بص انت احلم واللي انت عايزه هتلاقيه موجود. فاستاذ محمد دلوقتي بقى هيوضح لنا اسعار الموبايل بتبدا عند كام وبتنتهي عند كام. يلا يا استاذ محمد فاجئنا. عندي بيبدا الايفون 11 ال 64 جيجا بيبدا من اول 12000 جنيه بالعلبه بتاعته، بطاريته 85%، سعر مش موجود ومش متاح غير في فيديو ستور بس، فعلا مش موجود فعلا. وبنبدا نطلع بقى لحد المساحه ال 128 تمام. البطاريه ال 85 بيبدا عندي بالعلبه بتاعته ب 14500 لحد بقى 17000 جنيه بطاريه 100% بالعلبه بتاعته، وبالضمان فيديو ستور 3 شهور. طيب خليني بقى ارجع واقول لك هنا نقطه، للاسف شفت بعض المراجعين وكمان موثقين على اليوتيوب في غلطه عندهم، انا مش بعدل عليهم، ولكن احنا كلنا ربنا جعلنا بنكمل بعض. وليكن يا استاذ محمد دلوقتي، ويا ريت توضح للناس النقطه دي، موبايل وليكن ايفون 11 نازل بقاله سنتين او 3 سنين، فيجي حد يقول لي ازاي بطاريته 100%، فاستاذ محمد هيوضح لك نقطه وانا هكمل لك بعد. الجهاز الايفون 11 ده اصدار شهر 9 2019. الجهاز ده انجح الاجهزه اللي عملتها شركه ابل حاليا في الوقت اللي احنا فيه لحد النهارده. الجهاز ده لسه بينزل منه جديد، دي العلبه بتاعه 2019. الجهاز لسه لحد النهارده بينزل منه الاصدار الجديد، وبينزل منه العلبه الصغيره، وبيدعم الشحن السريع بالكابل التايب سي كمان. بص بقى يا شباب، خليني اقول لك سريعا، الموبايل ده لما بينزل وليكن بينزل في شهر 9، فخليني اقول لك وليكن الايفون 11 مثلا انا بمثل لك نزل في شهر 9 2019، فمش معنى ان الموبايل كده نازل بقاله 3 سنين مستحيل تلاقي بطاريه 100% لسبب وقت نزول الموبايل لسه بيبدا بقى
بقى يتباع في السوق معاك، فممكن يقعد سنه واثنين وثلاثه، الشركه بتنزله طول ما الموبايل ناجح وبيقدم مبيعات. فاذا ممكن تلاقي موبايل زي ده جديد لسه اصلا مفكوك من الكرتونه بتاعته، فمش معنى ان هو نازل من 3 سنين يبقى الموبايل مستحيل تلاقي بطاريه 100%. ودي حاجه حبيت انوه عنها. وطبعا زي ما شفنا مع استاذ محمد، اسعاره كالعاده زي الموديلات اللي قبله، اسعاره ممتازه جدا جدا جدا. وخلينا بقى نطلع للليفل اللي بعد كده. على فكره احنا معانا لحد ال 14 برو ماكس، وفي حاجات معانا اندرويد، فلسه هتشوف حاجات قويه جدا. تعالوا بقى نيجي بقى للليفل اللي بعد كده، والموبايل اللي كسر الدنيا. وعلى فكره انا مطلوب مني كميه اجهزه 11 برو ماكس بعدد مهول، والنهارده عايز اقول لكم انا فعلا لقيت الموبايل وما شاء الله حالات ممتازه جدا وبطاريات فوق 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 الممتازه. استاذ محمد هيوضح لنا دلوقتي حالات الاجهزه، وهيقول لكم برضو اسعارها بتبدا من كام وبتنتهي عند كام. اتفضل. هنبدا بال11 برو ماكس ال 64 جيجا. تمام، هو بيبدا من في محلات فيديو ستور بيبدا من اول 17000 جنيه المساحه ال 64 لحد 21 256 بطاريه 86. كل حاجه موجوده بالعلبه بمشتملاتها. معلش تاني السعر لان انا كنت بحط الموبايل. 17000 جنيه. بطاريه كام؟ بطاريته 83 ومساحه مساحه 64. عايز اقول لك معلش اطلع لي بالموديل اللي بعده او المساحه اللي بعده. ال 256 بيعمل معانا من اول 19000 جنيه لحد 21000 جنيه. اجهزه كسر زيرو بالعلبه، بطاريات فوق ال 85. طيب انا عايز اقول لكم ان في بعض الناس اتواصلت معايا على الانستجرام، وطبعا لو في اي حد فيكم عنده اي استفسار سيب لي في الكومنت او اتواصل معايا على الانستجرام، وبرد على الناس كلها، وكل اللي اتواصل معايا عارف الكلام ده. في حد اتواصل معايا امبارح وقال لي ان هو اشترى ال11 برو ماكس حرفيا بطاريه 82% بحوالي 19000 جنيه. فانت شايف فرق السعر وفرق البطاريه هنا. اظن الكلام مش محتاج، هو اكيد بيشوفني دلوقتي وعارف اللي انا بقوله. وكالعاده السعر برضه ابهرنا. ونشوف استاذ محمد بقى في الليفل اللي بعد كده. الايفون المفروض كنا جينا لده الاول، ولكن انا بصراحه ال11 برو ماكس دايما بيشدني. تعالوا بقى لل11 برو، الموبايل السيمبل اللي طبعا في فئه كبيره من الناس جدا ما زالت بتفضله عشان حجمه موبايل سيمبل جدا وشيك جدا. استاذ محمد هيقول لنا برضو حالاته واسعاره. ده ال11 برو 64 جيجا بطاريته 85%. ده عامل 15000. لا ده انا لازم اجي اوريكم الموبايل ده. كمل. وعندي بيبدا ال 256 عندي من اول 16000 لحد 17500. كلها بطاريات فوق ال 85، عشان انا عارف ان دايما ان انتوا بتبقوا محتاجين البطاريات فوق ال 85 بالنسبه للاجهزه دي. انا مبهور من حالات الاجهزه قبل الاسعار، بجد فعلا حالات الاجهزه ممتازه جدا جدا جدا. وانا شايف بصراحه حاجات ما شاء الله الله اكبر. فخليني ارجع برضو واقول لك نيجي بقى بعد كده للايفون 12 برو ماكس، برضو موبايل نفس ال11 برو ماكس في المبيع بتاعه في الاداء بتاعه، موبايل قوي جدا. وزي ما انت شايف برضو بالكرتونه بتاعته عشان الناس اللي بتبقى مهتمه بالكرتونه جدا. اتفضل يا استاذ محمد، يا ريت تعرفنا مساحته واسعاره بتبدا من كام وبتنتهي عند كام. تمام. 12 برو ماكس من انجح الاجهزه برضو زيه زي ال11 في الوقت اللي احنا فيه، عشان خاطر برضو موضوع الاسعار. كل عارف موضوع الاسعار رافعه، فده من احسن الاجهزه في فئه ال20 لحد 25000 جنيه في محلات فيديو ستور. 128 بيبدا عندي من اول 22500 لحد 24000 جنيه على حسب برضو البطاريه وحاله الجهاز. برضو عندنا هنا في المحل ال 256 بقى مفاجاه. لا احنا نخليها في اخر الفيديو. طيب ماشي، في اخر الفيديو هتعرفوا ال 256 عامل كام، لان ده برضه هيخش من ضمن العروض. بقول لي بعد كده بقى هندخل للليفل. وعلى فكره من غير ما تقدم عروض، والله يا شباب انا شايف الاسعار اصلا عروض لوحدها، وفوق كل ده لسه هتاخدوا عروض قويه جدا جدا جدا. تعالوا بقى نخش مع بعض كده على ال 13 برو ماكس. زي ما انتم شايفين ما شاء الله برضو الاجهزه بالكرتونه بتاعتها، وعايز اقول لك برضو بحالتها كلها. اتفضل يا ريت توضح لنا السعر والمساحه. تمام. 13 برو ماكس 256 بطاريته 99. ده عامل في محلات فيديو ستور فقط وحصريا 36500. الله ده كام؟ لا تاني 13 برو ماكس 256 جيجا بطاريته 99، ولسه في الضمان في متوفر وحصريا في محلات فيديو ستور ب 36500. انا اللي جيت صورت في المكان، يعني عشان ما حدش يقول لي انت بتشكر في المكان واخد فلوس. اقسم بالله انا اللي جيت صورت في المكان بدون اي مقابل، لان انا اللي فعلا شايف المكان ده يستاهل ان انا اجي اصور فيه. عارف يعني ايه 13 برو ماكس بطاريه 99% 36000؟ انت عارف الاسعار كام؟ وانزل واسال بنفسك. ففعلا الموبايلات هنا يا شباب ممتازه، والفيديو دوت فعلا واحد من اكتر الفيديوهات اللي انا كنت عايز اعملها عشان خاطركم، عشان تبقوا انتوا اللي مستفيدين في الاول وفي الاخر. وفعلا استاذ محمد هنا عامل لكم شويه اسعار، يعني جايب اسعار بصراحه انا منبهر بيها. فده بالنسبه لل 13 برو ماكس. طب ده عامل 36، هل عندك مثلا حاجات ثانيه بتبدا وبتنتهي؟ 13 برو ماكس عندي ال 128 بطاريات فوق ال 95. بيبدا عندي هنا في محلات برضو حصريا وفيديو ستور من اول 33000 جنيه. بوم تمام.
وخليني برضو اجي هنا واقول لك ان الستور هنا معروف، وزي ما وريتك في بدايه الفيديو في مشاهير كتير وصلوا للمكان هنا وصوروا معاهم. اذا الناس دي برضو مش هتلعب باسمها خالص الا اذا كانت واثقه في المكان قبل ما تيجي تشتري. تعالوا بقى كده مع بعض وشوفوا ال13 برو يا شباب. قبل ما تسمعوا الاسعار والعروض بتاعه الاسعار والكلام ده، ركز معايا في الحالات قوي على ما استاذ محمد يقول لنا ال13 برو ده عامل كام. انا جاي لكم 13 برو 128 بطاريته 99 في الضمان لمده 6 شهور، ضمانه هينتهي شهر 10 الجاي، ده عامل 31,000 جنيه. لا عيد تاني. 13 برو بطاريته 99 الضمان لحد شهر 10 الجاي، ده عامل 31,000 جنيه. لا ده خد الكبيره بقى. ايه هي؟ في 256 شارحتين للي بيستخدم ايفون، شارحتين بطاريته 100% عامل 35,000 جنيه. ده عرض لوحده، يعني اللي هو قال لك عليه ده عرض غير العروض اصلا اللي احنا لسه هنعملها لكم في نهايه الفيديو كالعاده، اللي لازم كل المتابعين بتوعنا يستفيدوا بيها. فالاسعار فعلا ممتازه. تعالوا بقى ندخل مع بعض بقى كده في الحلويات والحاجات اللي فعلا بتشد، واللي هي بتاعت كل فيديو ال14 برو. طبعا ده بقى مش هقول لك بقى حالته نظيفه لان هو الموبايل لسه نازل. فشوف كده مع استاذ محمد هيقول لنا اسعار. 14 برو 256 بطاريته 100% في الضمان لمده سنه، سعر حصري كام؟ خش عليا. 41,500. 41,500. عايزك تنزل كده السوق وتسال على الموبايل ده بطاريه 100% ويكون لسه في الضمان، وانا مش هقول لك هتلاقيه بكام. انزل وشوف بنفسك، يعني انزل عشان تعرف انا فعلا مقدم لكم ايه في الفيديو ده، والستور هنا فعلا مقدم لكم عروض واسعار شكلها ايه. انزل بنفسك واسال. تعالى بقى ندخل مع بعض كده لل11 برو ماكس عشان قربنا جدا جدا من العروض بتاعتنا، ونشوف بقى ال14 برو ماكس تقريبا نفس الحاله يا شباب، نفس الحاله زي ما احنا شايفين مع بعض كده. يلا يا استاذ محمد فاجئني، انا عمال اتفاجئ بصراحه من اول ما بدات الفيديو. قول لي بقى. ده 128 جيجا، ده متاكتف من 5 ايام، بطاريته اكيد 100%. 128 جيجا. خد المفاجاه بقى. تعالى من 5 ايام يا شباب. موبايل جديد، موبايل جديد حرفيا. كم سعره؟ ده حصري 42,500. انا عارف ان انت مش مصدق فعلا والله. 42,500. 1500 جنيه فرق. شغال من 5 ايام. طبعا انت بايدك تقدر تاخد السر بتاع الموبايل وتدخل. ممكن بقى على ما انت تشتريه تلاقيه 10 ايام، شهر، حسب ما ايه الوقت اللي انت هتشتري فيه. فانت تقدر تتاكد من المعلومه دي بنفسك. ب 42,500 جنيه 14 برو ماكس. انت مش محتاج انا اقول لك العرض اللي معمول لك ده لوحده، ده مش محتاج عروض بعده. تعالى بقى كده يا استاذ محمد، تعالى لي وادخل معايا على اخر جهاز اندرويد. تعالوا بقى ندخل كده على الاندرويد، ومعانا حته كده ايه بتقول لك بس الحالات بتاعت الاجهزه هنا ايه هي واسعارها هتكون ايه. اتفضل يا استاذ محمد فاجئني. لكل عشاق الاندرويد اللي ما بيحبش النظام الاي او اس عامه، واللي عايز حاجه نفس القوه بتاعت ال13 برو ماكس، احب اقدم لكم الاس 22 الترا. احسن سعر بفضل الله برضو، وحصريا في محلات فيديو ستور 29,000 جنيه. يا شباب الناس اللي بتشوفني دلوقتي وطالبه مني الموبايل ده، لان في حوالي 7 طالبينه مني على الانستجرام، وانا قلت لهم حاليا غير متوفر معايا. انا بقول لكم الموبايل اهو، وفعلا حالته ممتازه لان انا شفت الموبايل قبل تصوير الفيديو. الموبايل ده لو حد اتواصل معايا وشايفني دلوقتي تعالى جيبه، لان الموبايل فعلا يستاهل ان انت تشتريه. وتعالوا بقى نيجي لاهم جزء عندنا في الفيديو، وهو العروض اللي عاملينها لكم. استاذ محمد هيفاجئنا النهارده بقى على كل الاسعار اللي انت شفتها دي، او سواء موبايلات انت لسه ما شفتهاش ولو تواصلت معاهم خد بقى العروض. هيعمل ايه تاني؟ خش عليا باهم دقيقه يعتبر في الفيديو كله. فاجئني محضر لك مفاجاه والله. هتستحمل؟ يلا بينا. شفت الاسعار اللي انا قلتها كلها دي؟ انا شايف دي لوحدها يا شباب الاسعار اصلا عروض. فما بالك بقى استاذ محمد بالاسعار دي هيعمل ايه تاني؟ طب ايه رايك بقى ان في خصم 5% عن كل سعر انا قلته على اي جهاز في محل فيديو ستور؟ انت متخيل 5% على كل الاسعار اللي قالها اللي هي اصلا عروض؟ خد الكبيره، خد الاكبر. لسه في خصم 50% على اي اكسسوار موجود في المحل. خصم 50% على اي اكسسوار، بمعنى هل في الجرابات ولا معايا ايربودز هنا سيمي اوريجينال يا شباب. ده سعره بيوصل لحد 1000 جنيه و800 جنيه في بعض الاماكن. يعني ده ممكن انا اخده منك ب 400 جنيه. ممكن طبعا. خصم 50%. بص والله ما كلام، خصم 50% فعلا على الاكسسوار. انا بقول لك اتواصل مع الستور، لو لقيت اي اختلاف انا اضمن لك ان مفيش حرف واحد من اللي انت سمعته هيتغير. 450 جنيه بس. محدش يتصل بالستور يقول له انا عايز مثلا سماعه ايربودز سيمي اوريجينال بربع. لا، دي بتبقى متاحه مع موبايل. يعني انت بتاخد موبايل وتاخد خصم 5%
وكمان 50% على الاكسسوار 50% على الاكسسوار. مش بس كده، فاجئني، يلا فاجئني. وجراب وسكرينه على اي موبايل تيجي تشتريه برضو من عندنا. كفايه والله العظيم، انا لو سبته هيكمل، بس كفايه بجد بجد كفايه. وتواصلوا هنا مع فيديو ستور يا شباب، الستور هنا فعلا محترم جدا. انا عايزك تيجي تشوف الاستقبال. لو انت مش هتشتري، عايزك تتواصل معاهم في الارقام اللي هسيبها لكم في الديسكربشن، والعنوان قلناه في بدايه الفيديو، سراج مول مبنى 2، هتلاقي فيديو ستور هنا موجود. تعالى شوف الاستقبال بتاع الناس. تلاقي معانا هنا اكتر من اونر في المكان، يعني لو ما لقيتش استاذ محمد وجاي على اساس ان هو موجود، استاذ محمد هيقول لك برده ممكن تلاقي مين هنا موجود، تقدر تتواصل معاه بشكل مباشر. الناس دي حرفيا كل حرف اتقال جوه الفيديو مش هيغيروا فيه حرف واحد، ومده العروض ديت تقريبا هتفضل لمده شهر، وبعد كده لسه في عروض تاني هتتقدم من خلال الفيديو. فيا ريت تقول لنا يا استاذ محمد كده مين هيبقى اونر معاك في المكان هنا، لو حد جه تواصل معاهم وما لقاكش مثلا موجود. موجود استاذ حسن فيديو، موجود استاذ كريم فيديو، واستاذ عمرو سماكه. يعني عندك 4 اونر في المكان، تقدر تتواصل مع اي حد، وهسيب لكم رقم و2 سواء للواتساب او ارقام الستور زي ما قلت لكم في الديسكربشن. ولحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. وحرفيا يا شباب ده واحد من افضل الفيديوهات اللي انا نفسي فعلا مرتاح جدا ان انا بصورها. يا رب اكون قدرت اقدم لكم حاجه مفيده ليكم وتكون بتفيدكم. لو عجبتكم النوعيه دي من الفيديوهات ما تنساش تقول لي رايك في الكومنت، واستنوا مني الفتره اللي جايه حاجات هتكون قويه جدا جدا جدا. مع السلامه. تتلخبط ان احنا شبه بعض. على فكره يا شباب فعلا انا لسه بقول له انا حاسس ان احنا هنتلخبط لان فعلا في شبه كبير. انا اللي واقف، انا اللي بتكلم والله. لو شايف يا جماعه حد فيكم شايف في شبه كبير بيني وبين استاذ ده استاذ محمد وانا محمد، انزل حط لي في الكومنت، انزل حط لي في الكومنت وقول لي فعلا الشبه كبير ولا لا. ولحد كده نكون وصلنا للنهايه. حبيبي انا اكتر والله. واستنوا مني حاجات الفتره اللي جايه هتكون قويه جدا جدا. وعايز اقول لكم ان الستور هنا زي ما قلت لكم في ايفون ستور في الهرم، برده هنا انا هقول لكم ان دوت مش هيكون اخر فيديو مع فيديو ستور، لان فعلا المكان هنا يستاهل ان احنا نيجي ونصور معاه مره واثنين وثلاثه، لانه في الاول وفي الاخر بيصب في مصلحتك انت. مع السلامه.